حشيش. وبقول للبت اللي ابوها بتاع حشيش ده الحشاش ده، حياه امك الغاليه، حياه امك اللي بتشتمي الناس كلها، حتى على الموقع بتاعك اضربوا محترم السلطه الاثنين في دماغه وخلصونا منه. عايز اقول لك انت عايزه مجلس، تقولي مش عايزه مجلس عسكري، مجلس شباشب. انت بالظبط زي ما كانت امك بتعمل مع ابوكي، كانت بتعامله انه شبشب. عيب، احترمي نفسك. طب نرجع للمئويه الست. ثانيه واحده، لا مش مئويه دلوقتي، سيبك مئويه. ماشي على اساس ماشي يا عم سيبك مئويه دلوقتي. ماشي. تعاملي مع الناس بادب واحترام، ولما تطلعي العيب مش فيكي، العيب في يسري فوده وريم ماجد. وانا قلت لهم قبل كده لو انتوا عندكم الشجاعه الادبيه انتوا الاثنين، نجيب ساويرس مزور ورق شهادات بنكيه ب 700 مليون جنيه. لو انتوا عندكم الشجاعه وانا جبت لكم الورق بعته لكم، اتكلموا عن نجيب ساويرس صاحب القناه شويه. ولا خايفين عشان ده المام، ولا خايفين عشان ده الدولارات اللي بتترمي في الحجر؟ عيب يا يسري انت وريم بقى، قرفتونا انتوا الاثنين كمان. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا ريم، مش انا مره برضه عملت لي مداخله قبل 25 يناير، ولما قلت احمد زكي بدر وزير التربيه والتعليم، ده لو وزير التربيه والتعليم ده راجل بيبلطج في البلد، تقول لي لا ده مش موجود معانا، ما حدش يتكلم على الوزير بالطريقه دي. دلوقتي بتتكلمي ده فيانا ريم بالدولارات اللي بتيجي من